ما لم يتعظ من درس الموت لا ينفع معه كل وعظ العالم. إيه؟ اللي ما يفهمش وعظة الموت مش هينفع معاه أي وعظ في الدنيا، لأن وعظة الموت في الحياة بتعلمنا إن إحنا نوعظ نفسنا إن ياما ناس كان ليها سلطان، وياما ناس كان ليها جاه، وياما ناس كانت كلمتها مسموعة، وياما ناس سمعنا عنهم إنهم من أغنى 10 أغنياء في العالم. راحوا فين؟ وسلطانهم بقى فين؟ وياما إنسان كان صوته عالي بيرعب الناس، راح فين؟ اتعلم من اللي بيحصل في الحياة، إن ناس كانت رايحة أشغالها وما رجعتش، وواحد وهو في وسط ما بيضحك حس بوجع في كتفه وما لحقوهوش. اتعلم. يبقى أول نوع من أنواع الوعظ إن أنا أتأمل في أحداث الحياة اللي حواليا واخد منها عبر. اتعلم إنك تلاقي أسرة بسيطة لا عندها بيت ولا عندها أي حاجة، بس عارفة تضحك من قلبها. واتعلم إن في ناس عندهم بدل البيت 3 والضحكة بقت باهتة وصفرة ومش طالعة من القلب. اتعلم. وكلنا عارفين ونوعظ الناس. لو حضرتك خسرت أقول لك السعادة مش فلوس، السعادة في القلب. لو أنت سعيد لا أنا تعيس. ليه؟ لأن الفلوس معايا قليلة، فأنا قاعد أوعظ الناس ومش عارف أوعظ نفسي. أنا عاوز تستعد، اوعظ نفسك. أنت مش مستني إن حد يقول لك أن يوم الرب يأتي كلص، لأنك أنت شفته في كل اللي حواليك. أي واحد، ناس كتير قوي يسمعوا القصة دي يقول لك ده فلان ده كان معانا الصبح زي الفل وبيضحك وعزم علينا لقمة البركة، يجي لنا خبر وبعد ساعة يا خبر أبيض ده الحياة ملهاش أمان. حلو، اوعظ نفسك، اوعظ نفسك، مش توعظنا احنا. اوعظ نفسك بمعنى حاجة تانية، انك توبخ نفسك وتقول نفسك لغاية امتى بقى؟ هو انا ما بتعلمش؟ يعني مثلا حضرتك او حضرتك، بلاش حضرتك، انا مثلا انا فيا طبع الاندفاع واطلع زي الصاروخ، وبعد ما اطلع زي الصاروخ اندم وابتدي خبر مفيش فايده فيا، مفيش فايده فيا، مفيش فايده. اوعظ نفسك، قول لغايه امتى هيكون عندي مرض سوء الظن؟ لغايه امتى هيكون عندي مرض الشك؟ لغايه امتى هيكون عندي ان انا بخون الناس؟ لغايه امتى هيكون عندي اندفاع وما بتعلمش من اخطائي اللي فاتت؟ لغايه امتى حاسس ان انا خفيف وكل واحد يعرض عليا مشروع اقول داخل معاك داخل معاك؟ اتعلم. اوعظ نفسك من اخطائك. عظوا انفسكم. الكتاب المقدس بيقول لك انت مش محتاج حد يوعظك، انت اوعظ نفسك باللي انت عملته واللي انت شفته واللي انت فهمته. اول حاجه تخليك تستعد انك تمشي، يا اما توبخ نفسك يا اما تتامل في احداث الحياه وتفهمها علشان توعظ نفسك. في طريقه تانية ممكن نوعظ بيها نفسنا، الكنيسه علمتها لنا. عارفين ايه هي؟ صلوات الاجبيه. صلوات الاجبيه من اكتر الحاجات اللي توعظك. يعني ايه صلوات الاجبيه من اكتر الحاجات اللي ممكن توعظك؟ لما الأجبية علمتني إن أنا أوعظ نفسي، أقول هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديانة، فالعمر المنقضي في الملاهي يستوي، فتوب يا نفسي. بوعظ نفسي ما دمت في الأرض ساكنا، إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأنا أظهر أنا الخاطئ. ده نوع من أنواع الوعظ، لأنه ليس في الموت ولا في الجحيم بل انهضي من رقاد الكسل. على فكرة الأجبية، كل قطع الأجبية ده نوع من أنواع إنك توعظ نفسك بصلاتك. أنت مش بتصلي لربنا، ده أنت بالأجبية بتوعظ نفسك أنت وتفكر نفسك.